قال لك عندما نتكلم عن الأسطورة ذو الشعر الأحمر شانكس. عشاق ون بيس متابعة ولنبدأ. عاش يونكو في العصر القديم شباب مع كايدو اللحية البيضاء والبيج مام. عاش يونكو في العصر الجديد مع تيتش وباجي ومونكي دي لوفي. بينما كان كل اليونكو يمتلك فاكهة شيطان أسطورية، كان هو الوحيد الذي لم يمتلك فاكهة شيطان. أوقف أقوى وأشنع حرب في التاريخ وصد أقوى هجمة أدميرال بيد واحدة وسيف واحد، ووقف في وجه أقوى أدميرال وأوقف الحرب ودفن اللحية البيضاء وإيس. هزم أقوى مخلوق على وجه الأرض وأوقفوا من الذهاب إلى الحرب القمة المارينفورد. حبس كايدو من الذهاب إلى المارينفورد شباب. دخل إلى سفينة أقوى رجل في العالم وأطاح بنصف طاقمه ووقف وجها لوجه هو واللحية البيضاء. يمتلك أقوى هاكي حتى أنه أرعب أدميرال ببعد كيلومترات شباب. هزم قرصانا شنيعا من الجيل الجديد، وصلت مكافأته إلى 3 مليار بلي بضربة واحدة، واللي هو شباب كيد. لا نتحدث عن مكافأته شباب 4 مليار و48 مليون و900 ألف بلي. تربى على سفينة ملك القراصنة، وكان ملك القراصنة شخصيا يعتبره كابن له. سرق أقوى فاكهة زون من حكومة العالم، وهي فاكهة لوفي شباب الجومو جومو نومي. أنقذ لوفي وضحى بيده من أجله، وأرعب وحش البحر بنظرة واحدة. هناك نظرية شباب هذه تنهبطها لكم، فما نظرية فيه وحا عليه شانكس خلى الوحش يكل له إيديه، كان ينجم يستعمل الهاكي. تنهبط لكم نظرية فيه وحا استنوه. ألهم لوفي ليصبح ملك القراصنة وأعطاه القبعة القشية. كل أعداؤه تحترمه وتخاف منه، حتى حكومة العالم تخاف منه شباب. يعلم أسرار القرن المفقود، ويعلم بفاكهة نيكا حاكم الشمس اللي أسطورية شباب. شخصية شانكس أسطورية، من أعظم الشخصيات في عالم الأنمي. أنا عشاق ون بيس أعملوا لنا متابعة ولايك للفيديو، خلنا نوصلوه ل1000 لايك الفيديو هذا شباب، وإلى اللقاء.